بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم جبت لكم وصفة كابريس شوكولا، هذيك اللي تجي البواط تاعها حمراء طبق الاصل اللي تتباع في المحلات. جبتها لكم فقط بزوج مكونات، راكم رايحين تتحصلوا على كمية كبيرة تستغنوا على شرائها من المحلات بمبالغ باهظة. تبعوا معي حبيبتي لا فيديو من الاول للاخير، ديروها في حلوياتكم في تحلياتكم، يعني في الكيكات تصلح لكلش هذا الوصفه. نقول لك حبيبتي هذه الوصفه خبيها في عينك، ديري لها اوريجستري في تليفونك، راح يجي النهار اللي راكي رايحه تحتاجيها، وصدقيني راكي رايحه تدعي لي على هذا الوصفه الرائعه. وصفه ناجحه 100%. برك تبعوا معي المقادير وطريقه التحضير. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. ابداو لي حبيبتي لا فيديو تاعي بجام. ربي يحفظكم وربي يحل اياماتكم يا رب العالمين. عندي زوج مكونات. المكون الاول واللي هو كاس تاع العسل. بالنسبه للعسل تاعي راهو صنع منزلي، دوك نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف وكذلك في تعليق مثبت. نحتاج 100 غرام شوكولا بالحليب. بالنسبه للشوكولا ماشي نحط من النوعيه هذه، اي نوعيه توفرت معكم. انا توفرت معايا هذه النوعيه. نجيبو هنايا كسرونه نوضع فيها هذاك الكاس تاع العسل كما راكم تشوفوا. بالنسبه لكميه الشوكولا هذيك دوك تشوفوا معايا، هنا ندي الكسرونه تاعي على نار متوسطه ونخلي العسل تاعي حتى يرفد معايا هذيك الغليه. رحت هنايا بالنسبه للشوكولا طرفتها كما راكم تشوفوا. اذا كنتوا استخدمتوا شوكولا دادا ولا حاولوا انكم يعني تقسموها غير بالموس هكذا باش تسهلوا يعني الذوبان تاعها في العسل. هذه يا حبيباتي يعني كنت وجدتها. نرجع للعسل تاعي اللي كنت حطيته على نار متوسطه. شوفوا هنايا راه بدا يغلي معايا العسل تاعي. دوك تشوفوا المرحله اللي نرمي له هذيك الكميه تاع الشوكولا. يعني هنايا قربت لكم الصوره وصورت معكم كلش. شوفوا هنا العسل تاعي بدا يرفد لي هذاك الغليان، لازم حتى يوليو الفقاعات يعبيو لنا كامل الكسرونه كما راكم تشوفوا. هنا حبيباتي اول ما تلقاو الفقاعات يعني عباو لكم كافه السطح تاع الكسرونه تاعكم، هنا حبيباتي حسبوا 2 دقائق. مباشره بعد 2 دقائق ترميو هذيك الكميه تاع الشوكولا اللي كنا قطعناها سابقا. قلت لكم بالنسبه للشوكولا خير شوكولا بالحليب، اي نوعيه توفرت معكم. رميت هنايا الشوكولا. اول ما رميت الشوكولا نجيب هنايا سباتول ونبدا نخلط مباشره. رايحه تذوب لنا هذيك الكميه تاع الشوكولا، نطفيو على النار مباشره وتشوفوها حبيباتي معايا من بعد. هنا حبيباتي في هذه المرحله ما لازمش تخليوها تغلي بزاف، لانه من بعد الكابريس تاعكم يعني رايحه تجيكم ثقيله بالبزاف. ما تقويولاش يعني عفوا ما تزيدولهاش بزاف في الطياب تاعها. شوفوا هنايا نحيت الكسرونه من على النار وبلا سباتول نبدا نخلط مليح مليح. راح تبقاو تخلطوا واحد 2 دقائق حتى ل 3 دقائق حتى تندمج هذيك الكميه تاع الشوكولا في العسل تاعنا، ونتحصلوا عليه واحد القوام واش نحكي لكم، يجي لماع البنه واش بنينه واش نحكي لكم واش نخلي. بزاف هايله. يعني الوصفه هذه رايحه تنفعكم بزاف. وهكذا ما نزيدوش كامل نشريوها من المحلات. كنت حبيبتي خليت لكم وصفه كابريس كراميل هذيك اللي تشبه الطوفيا، كذلك راهي الوصفه تاعها راهي في القناه. كذلك عندي وصفه الطوفيا، وصفه شوكولاته، يعني كلش تلقاوها عندي على قناتي. فقط ضربوا طله في القناه دوك تلقاو كافه هذه الوصفات. سوبر كريم يعني كلش خدمته لكم في الدار باش ما تزيدوش كامل تشريوهم من برا. شوفوا هنا حبيباتي بعد ما كنت خلطت مليح تحصلت على كابريس شوكولا واش نحكي لكم. لما هنا حبيباتي قد ما تزيد تبرد معكم قد ما تزيد يثقل القوام تاعها وتخرج من اروع ما يكون. طبقا الاصل على تاع المحلات تجي بزاف بنينه. شوفوا لي هذاك القوام تاع هذيك اللمعه اللي كاينه فيها كما راكم تشوفوا. وهنا حبيباتي ما درناش فيها حليب، ما درنا فيها حتى حاجه اللي راح تخسر، لذلك يعني المده تاعها راح تبقى معكم اطول مده ممكنه، ما راحش كامل تخسر لكم. خبيوها برك في الثلاجه كي تحبوا تستعملوها. اذا لقيتوها ثقلت بزياده حطوها في الكسرونه قيس ما تزيد تدفى برك راح تزيد تطلق روحها وتخدموا بها في تحلياتكم الكيكات تاعكم. كذلك تحشيو بها لي صابلي الحلويات لي باغكات لي طارتولات، يعني كلش تصلح لكل حاجه.
جميع انواع الحلويات اللي طغتولات. يعني الوصفه هذه راهي رايحه تزهيكم، ونتمنى ان شاء الله كذلك حبيباتي تزهيوني بتعليقاتكم الرائعه، كذلك تزهيوني بليجان في هذا الفيديو باش يطلعوا ويشوفوا اكبر عدد من المتتبعات ويستفادوا من هذه الوصفات وما يزيدوش كامل يشريوهم من برا. نتمنى حبيباتي غالياتي وصفتي لي نهار اليوم تكون عجبتكم. كما قلت لكم انا نستنى منكم كافه الدعم تاعكم في هذا الفيديو فضلا وليس امرا. واللي دخلتني جديده نقول لك حبيبتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد معايا غير جديد، وان شاء الله راكم رايحين تنبهروا بالوصفات اللي رايحه نشاركهم معكم. اتهلاو لي في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. دمتم اوفياء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.